سي مزوري، اهم المطالبات اللي طالبتوها من خلال هذه الندوه الصحفيه اللي تعقدت في مقر حزب الاتحاد الاشتراكي بشارع الحسن الثاني. انتم حضرتوا الندوه الصحفيه وشفتوا الاشياء اللي قدمنا لكم، المرشحين كيفاش الاختيار ديالهم، البرنامج التعاقدي اللي غنقدموا غدا للمواطنين والمواطنات. اليوم عندنا واحد المطلب نابع من واحد الرغبه في ان العمليه الانتخابيه في المحمديه يكون عندها واحد الطابع خاص. تتعرفوا بانه من بعد 2011 والحراك اللي وقع في المغرب والدستور اللي جاب واحد العدد من العناوين المؤسسه. حنا قلنا لكم في الاول بانه من بين الحوايج اللي تحكموا في صياغه البرنامج ديالنا واحد المعطى ديال الفصل المال على السياسه. لذلك حنا تنقولوا بانه مرشحين الاتحاد الاشتراكي في مدينه المحمديه حتى واحد فيهم ما عنده مصلحه مباشره ماليه او امتيازيه في الجماعه، حتى واحد فيهم ما جاي باش يبني، حتى واحد فيهم ما جاي باش ياخذ امتيازات ماليه او صفقات. وحنا هذا فيه واحد التحدي، فيه واحد الجواب على واحد المطلب ديال السكان، في انه بغاو غدا فريق اللي تيعبر عليهم. حنا الجواب اللي درنا على الطلب المواطنين هو لائحه كتشبه لهم. حنا قدمنا لائحه كتشبه للمواطنين، فيها كاع الفئات الاجتماعيه، فيها كاع الناس من جميع مناطق مدينه المحمديه. اذا حنا تصنتنا للناس وعرفنا شنو بغاو التشبيب، عطيناهم التشبيب، بغاو الكفاءه، كاينه الكفاءه، بغاو القدره على تنفيذ المشروع موجوده في الحمله ديالنا. لذلك من الناحيه الرمزيه وباش تكون الحمله عندها معنى في مدينه المحمديه، اولا تيخصنا واحد الحكام يكون في المدينه، يكون المجتمع المدني او يكونوا المواطنين. لذلك انا رفعت واحد التحدي وتنطالب من هذا المنبر عندكم وكلاء اللوائح ديال الاحزاب السياسيه باش نتلاقاو في واحد المناظره عموميه ونقدموا برامجنا ونقدموا التصور اللي عندنا للمدينه، وكل واحد يدافع على الطرح ديالو، وكل واحد يقنع الناس. نديروه في مسرح عبد الرحيم بوعبيد او نديروه في ملعب البشير، ما عندنا حتى شي مشكل، ولكن تيخصنا واحد الحكام قبل ما نمشيو اليوم الاقتراع. وهذا الشيء راه ثقافه ديمقراطيه كاينه في واحد العدد من الدول العالميه. حنا بغينا ناسسوا واحد العرف. ثانيا في اطار هذا الحراك اللي كاين في المغرب اليوم ما فيها باس، القانون كيعطي الناس اللي في المسؤوليات والمنتخبين يعملوا تصريح بالممتلكات. نعم. ولو ان التصريح تعرفوا بانه التصريح يفيد العلن، التصريح اللي تنديروه في جوه تنسدوا عليه. اليوم من الناحيه الرمزيه ما فيها باس، وهذه كذلك تنطالبوا بها الناس. حنا يمكن غنديروها وغنديروها على جميع اعضاء اللائحه ديالنا. حنا كلنا غنصرحوا بممتلكاتنا، الناس المحمديه يشوفوها. لذلك احنا على الاقل نديروا معنا هذا التمرين، 5 الأوائل من كل لائحه يصرحوا بالممتلكات ديالهم الى حدود اليوم ويعطيونا شنو هي وضعيتهم الضريبيه، الذمه الماليه ديالهم تجاه الدوله تيخص المواطنين يعرفوها. ماشي يكفي انه عندي الاهليه ديال الترشيح باش نكون مرشح او وكيل لائحه او غدا تبارى على منصب في الجماعه، ولكن راه كاين واحد العدد من الشروط اخرى اللي بغينا نعطيو للمحمديه. حنا كاتحاد الاشتراكي كندعيو الناس يستجبوا لهاد جوج التحديات، كنتمنى الناس يستجبوا لهاد التحديات، وحنا كنكونوا اول المنخرطين في هاد جوج الاشياء. كيف كتشوف يقدروا يتجاوبوا مع هذا الطلب هذا الاقتراح لما غتخرج هاد الدعوه في محمديه بريس؟ غادي نشوفوا ردود الافعال. انا ما تنعرفش ردود الافعال وما تنقراش النوايا، ولكن الا عندهم التفكير بحال اللي عندنا حنا بانه بغينا جو سياسي وديمقراطي جديد، بغينا نديروا واحد الاستثناء في المحمديه كاملين، نديروا هذه القضيه وندخلوا على هذا التمرين ويكون الله الخير ان شاء الله. شكرا على الكلمه ديالك والتوضيح. تبارك الله.